السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد هذا ديال بن زهرة محب للمغرب. وواحد اللايف طلع فيه جزائريين، ودائما هو من كيبغي يدير لايف تيقول المغاربة ديروا الكيت قبل ما تسمع السبان مع الجزائريين. انتم عارفين بأنه مني كيبدا اللايف الجزائري اللي كيطلعوا معاه في تيك توك تبداو يخسروا في الهضره. لذلك كنصحكم انكم ديروا السماعات اولا، من بعد انكم سمعوا الموضوع شنو كيقول. الموضوع هو سبحان الله بقادر جاهم البابا الفاتيكان، ولكن قبل بشويه وقعوا انفجارات في البليده. يعني صراحه يعني هذا الشيء غريب وغريب جدا. وكما كتشوفوا شوقي بن زهرة يعني واحد انسان اللي لطيف، انسان اللي جميل، تعرف يتكلم، يعرف يدوي كدا. هذه صراحه والله الا برافو لي، كيعجبني انا شخصيا نتبعو. اذا نخليكم تشوفوا اللايف ونرجع لكم بعد النهايه ديال الفيديو. صباح ككل مرة تنشر الترهات والأكاذيب حتى رديت نفسك صفر مصداقية. على الأقل تكلم بالحقائق والدلائل. على الأقل أعطينا الحقائق والدلائل، تفضلي. الحقائق والدلائل لأنه الحمد لله اليوم ما صرا والو، رانا عايشين في العاصمة من نواحي بليدة، ما صرا والو الحمد لله. راكي في البليدة. راني في نواحي البليدة، ما قلتلكش راني. سبحان الله، أنا برك جابك ربي. أنا في الأول تاع اللايف قلت الجزائريين اليوم كامل 40 مليون على الأقل رجعوا سكان البليدة ولا ضواحي البليدة كامل ولاو بليديين. عندي 4 ساعة من البليدة. تفتحي لنا معليش تورينا المحيط تاعك مثلا لي ماتريكول المحيطين بك. نو نسكن في لي باتيمون، نسكنش لي باتيمون. تقدري تزومي لنا من لي باتيمون، كاين ان باركينغ تحت لو باتيمون انا ماتريكول 16 ماشي 0. مي معليش 16 تقدري تورينا 16. وعلاش عندك مشكل؟ نعرفوا وين راكي. اذا باسكو الانفجار عنده ان بيريمتر، عنده واحد المحيط باش تسمع. ما كاش انفجار، والله ما كاين انفجار، والله ما كاين حاجه، والله. اوكي راكي تحلفي والله ما كاين. تسمنتي راكي تقولي شحال قلتي لنا على الاقل 40 كيلومتر على البليده، صح؟ لا قلت لك 4 ساعات بالطونوبيل، ميم با 4 ساعات. تسمى شحال من كيلومتر؟ سي با انا بالطونوبيل 4 ساعات اقل شيء باش توصلي للبليده، حتى اذا كنتي في الضاحيه تاع الجزائر. عندي صحاباتي في هذوك لي زونفيرو، لو كان كش ما كاين نسمع ما كاين. انا عندي ولد عمي في لانازا قال لي باللي لانازا رايحين يطلعوا صاروخ من جيجل. تصدقيني؟ والله غير بكل بركه ما تستهزأ، والله راك تنشر في الاخبار الفيديوهات اللي شفنا ولا وكالات الاعلام الدوليه ولا اللي تكلمت على الموضوع، واش نديروا بها؟ نصدقك انت ولا الصديقات الوهميات تاعك، ولا نصدقوا الصور اللي شفناها؟ لا انا حبيت قبل ولا حبيت نواجب هذيك القبيليه اللي كانت، حبيت نقولها بلي هذيك القبيليه. انت راكي بابا في البليده ولا ضواحي البليده؟ سيدي عطينا الحقيقه. انا نعطي لك الحقيقه، المغاربه اللي راهم معنا ثاني يعطوا لك الحقيقه على واش رانا نسمعوا. كاين انفجار في الرباط. انفجار في الرباط وين؟ في القصر الملكيه؟ في فندق. في فندق وين؟ في الرباط في المحمديه. كيفاش اسمه الفندق؟ والله ما على بالي. ما على بالكش؟ تمثلي برك. لو كان على الاقل اسمع، لو كان برك نتوما ثاني راكم تيروا، برك نتوما ثاني كنتم تنشروا في اخبار كاذبه، ما كاين والو. غدوه ان شاء الله البابا راح يكون في عنابه، ما كاين والو. لحظه، جامعه الحيوان. لو كان بقيتي برك في الجزائر وفي البليده وحاولتي تكون في جامعه الحيوان، ثم حتى في القضيه هذه بطبيعه الحال انك تفترين بشكل مفضوح. يا سيدي نعتذر. انت انسان ياخذك. راني التزم مع الناس، راح نعتذر منك. لو كان تروحي درك تجيبي لي الدليل تاع التفجير في الرباط، تفضلي. اذا كانت ترهات فاذا كذلك هنا واش راهم يهضروا على بليدك؟ ترهات وكذب وبهتان. اذا كان وين جبتي هذه؟ راكي درتي 24 مغالطه منطقيه في جمله واحده. تعرفي المغالطات المنطقيه ولا ما على بالكش؟ راكي داخله في حيط. ما نعرفش انا بحكم اني قبائليه، ما نعرفش مليح. انت قبائليه. القبائليه راهي كانت معنا. لو كان خليتني نهضر معاها كنت ممكن تشرحي لنا الجمله اللي قالتها بالقبائليه واش معناتها؟ ما نفهمش انا القبائليه. كيفاش قلتي قبائليه انت؟ قبائليه اصلي قبائليه ومتيزين. انا ثاني اصلي قبائليه. حبيت نرد عليها على الاكاذيب.
حبيت نرد على الاكاذيب اللي كانوا يقولوا باللي المسيحيين مضطهدين. ما شفنا دونك حتى كيفاش راه إشاعات. تجيب لنا تاع الرباط؟ تما كنتي تخرطي في قضيه الرباط. اشاعات كيما نتوما عندكم اشاعات راكم تكونفيرموا هادو اشاعات. انا عندي الصور وفي اليوتيوب راني حطيت كل شيء، الصور اشاعات تحتمل الكذب ام البهتان. انا دوكا نسمعوا قال لك مش الكذب لأن القضيه موثقه بالفيديوهات وموثقه بوكالات الانباء الاجنبيه اللي تكلمت على الموضوع. المشكله انه في النظام الجزائري اللي ما يتواصلش، دونك ما كاينش راح تدي الاعتذار لانك انسانه كاذبه مفتريه ولانه عندك متلازمه المروك. معناتها ذكرتي المغرب، ما عنديش متلازمه المروك، متابعيك من المروك اللي قلت لانك انت ما عندكش مصداقيه هنا في الجزائر، ما تكزيستيش اصلا. المصداقيه تاعي لا يشكك فيها احد، لانه صباح اليوم اول من تكلم على الموضوع تاع البليده قبل حتى ما يتكلم الاعلام الدولي هو شوقي بن زهر على منصه اكس، والقضيه توثقت في نهايه اليوم. انا ما نجيش نخرط بصح نولي عندي متلازمه المروك على المغرب. علاش راكم تقولوا باللي المسيحيين مضطهدين؟ انا شخصيا عندي صديقاتي مسيحيات وكاين حتى ملحدات وعادي. تجيني انا نهضروا معاها صديقتك المسيحيه كي تقول كي تفتح لايف المره الجايه ان شاء الله، باسكو هي ما عندهاش تيك توك، المره الجايه تطلع معاك وتحكي معاك بالدلائل وتوري لك بلي هي مسيحيه. المره الجايه ان شاء الله رانا كنا نشوفوا التفجير. انا عندي امور موثقه، انت عندك خرطه. خلينا في الاتهامات اللي كنتوا تتهموا الدوله الجزائريه. دوك انت من البليده وليتي ما تعرفي عندك صديقتك مسيحيه، عندك صديقتك بليديه، عندك تما منين تحتاجي عندك صديقات تخرجيها. خلينا من الخرط يعني. صديقاتي من منطقه انزلي انا قلت لك كامل يوليو بليديين ساكنين في البليده قدام البليده، ولد عمهم بليدي، ولد يا ولدي البليده. مساء الخير، راني نشوف في العالم الجزائري فقط. شوف يا شوقي، السلام عليكم على كل حال. وعليكم السلام. زوجة، تحية الجزائر وفيف الجيري، وتحية الجزائر تاع يماك امك. انا تربية بيوت الرذيلة هادو ما نفهمش كيفاش يقول لي السلام عليكم على كل حال تما تحية الاسلام ومن بعد يبين الاخلاق تاعو. شي جامي كومبخي تربية بيوت الرذيلة. راني درت لك الجامث الحيوان، شي حوثة لك الجامث الحيوان مرة أخرى. رخيص انت فهمني برك كيفاش السلام عليكم ومن بعد تبين اخلاقك. امك تسمى اخلاق المسلمين. رخيص انت شوهتو دوك حتى الاسلاميين. جامث الحيوان. وهذا راه على ما اظن بريدي راه مدير 09 راح اشتكي رو ناف ليكم جامث الحيوان. تربية بيوت الرذيلة نزر صغيرة نسب في التعليقات على القبائلية اللي كنتي معانا. يا سيدتي العزيزة والكريمة وعائلتك الكريمة، إذا راكم تسمعوا فيا كي نقول لكم كي تكونوا تسمعوا فيا ديروا الكيت وغلقوا على رواحكم في الغرف، ما تزيدوش ديروا عكس ما نقول. راه عندنا قوم يقول السلام عليكم تحية الإسلام ومن بعد يدخل عليك ها امك ها باباك ها شجرة العائلة. للأسف. لا مصباح مساء الخير، ان شاء الله ينورنا مصباح. يا مصباح نورنا مصباح. اصبر تفضل. بصح كيفاش فتح الميكروفون وهو يشخر؟ ما فهمتش، سي بيزار. فتح الميكروفون وصديقي راك حبيت دير لقطه بالك تبين لنا باللي راك تشخر ولا جي با كومبري. تماك شغل هو يشخر، كيفاش يفتح الميكروفون كيعيط له مصباح؟ داير لك حمار الليل ولا واش بيك؟ دير التصويره تاع تبون دوت فاصون ما يتلامش. قادر يكون بعد تبون من المراديه مسمي روحو مصباح باسكو تبون يضل في تيك توك على كل حال. شكرا مصباح. طلع امير، وين راح امير؟ والله رجع. اصبر تشوف، البارح هو طلعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. راكم ديروا في الفتنه هذيك غير بيسكلا دخلت في طرونتينات هي تفجرت قنبله نوويه، راكم باغي ديروا لنا الفتنه كاش منها. هذاك واحد طاح من التروطوار برك طرد، قلت ربع بانا بطرد قدي في بلايص مختلفين. تحوسوا تشوهونا قدام الفاتيكان، باغي تشوهوا لنا الصوره تاع
حنا خاطينا، حنا الارهاب عندنا يسلم روحه، ماهوش محتاج باش يطرطق روحه. الرعب الصقور عندنا، الصقور المخابرات عندنا كي يخزر فيه يسلم روحه باربعه. انتم قاعدين ديروا فتنه، نقول هاد راهم يضحكوا كاع في التعليقات هادو كاع المخزن هادو القجع هو اللي بعثه. القجع هو اللي بعثه، راك تسمع فيها ولا ماك تسمع فيها؟ امير كوفر. انا متاكد باللي القضيه هذه تاع وزاره الخارجيه البريطانيه داروا تحديث على الاخر تاعهم، باللي بالك امير اللي عيطوا سقساوه قالوا له واش ما كاش منها هذه كاع، ما كاش منها هذه طرونتينات. راني نقول لكم تصدقونا بالسيف. حنا الذباب الالكتروني اللي كتبوا في التعليقات، حنا ما عندنا مكلفتنا الدوله، حنا ما عندناش البيانات، حنا نديروا بيانات غير على البنات وعلى روطايو، حنا ما نديروش بيانات ونسبوا امير ديزاد. حنا نديروا البيانات غير على روطايو ولا العدو الكلاسيكي، فاهم؟ بصح امور اللي تهم الشعب الجزائري اللي راه كاع البيت مهول، معليش نخلوه يجاوب هذا الذباب في التعليقات. والله الناس اليوم في البليده ما يرقدوش، الدوله غادي تخليهم هكا. لا ما كيفاش ما يرقدوش، هذه طرونتينات رانا نقول لك، ما تصدقوناش حنايا. انا سمعت امير واحد كان يدير في المحاجب، يبيع في المحاجب وتفلق. لا محاجب لا والو. هذيك طرونتينات انا نقول لك دخلت في دراجه هوائيه، وجابوا دراجه هوائيه الحمير ما قالوا اروان، ما قالوا كawasaki، قال لك دراجه هوائيه، ودراجه هوائيه طرطق قلب يا بو صبع وتعمير قتلتنا بنتها بغولي تاعك يا جدك، وصدقت لي دراجه هو بسكليت. قال ما دارت خيبه تاع الطروتينات، كاع مفركت كاع مطربق من كل جهه، وطريق راه في جهه، راسه في جهه، فواده في جهه، مصارينا في بوفاريك، راسه في الدخله تاع بومردات، ويقول لي دراجه هوائيه. هاو كاع ما لقيتو لصقتوها في دراجه هوائيه. قول سيمي رومورك معمر تاع امير متكاكاو مع الاولى محصلوها في سونال غاز، من بعد فاقوا باللي قال لك شغلها صرات قضيه تاع انفيج. المصدر تاعهم تاع وزاره الخارجيه مازال ما قالهمش، كيما المصدر اللي قال لهم باللي ما ديروش على البروكيرير، كانوا ما ديروش صدقوا بصباح في التعليقات خوتي. ورانا شوفوا تلموا لي هي، شوفوا باش تامنوا ما تتبعوش هذا وهذه لا تحتها وكذا، باش تامنوا خوتي، باش تامنوا تلموا لي بسكلات دخلت في الاخر. لحد الساعه ما نلقى حتى وسيله اعلاميه في الجزائر تخبرنا وصلها. صح بصح كي يكون امير ديزاد يخبرونا في الدقيقه، قال التطورات ويبكي وروطايو وفرنسا والبلاط. كيف انت في الدقيقه؟ انت قبل وكان قبل ما يخرجوا هذاك الدوكيمون تاع فرونس دو يومين وما يحيطوا قبل ويبداوها في نص الليل الخبر، يديروا الصفحه الاولى نهار دايرين على امير الصفحه الاولى، ومن بعد غدوه يديروا البيان تاع الخارجيه، يبداوها لنا من نص الليل حتى نص الليل. سمعوش الاعداء الوطن اخوتي راهم يديروا لنا في الفتنه هذو راهم يديروا في الفتنه هنايا، يحوسوا يخلطوا لنا البلاد. فهمتيني؟ انا راهم ساكتين وضاربين النحو ومطفيين الضوء، والقنوات قاعدين غير الفاتيكان. بس سي غاف باسكو درو كله خرجوا تاني دي فوتو واحده اخرين تاع واحد مسلحه. ماشي با سيغتان اذا لا هذاك راه كان رافد جوان كيلاس تاع الدرجه الهوائيه كلاشينكوف عم باين في الصوره. لا هو صحيح شبه جوان كيلاس الاجزاء المتبقيه من الدرجه الهوائيه كان رافدها بشكل اجبر كما ديرين في النادي ثاني. هذا غير مشكلة يعني تعرف السيو تاع البسكليت اللي طار للسيد كان ملحقه لك باغي يوصله له، هذا ما كان. انت بارك ما تشوفوش مليح، ما عرفوا وين كان حاب يدخلوا. انا حطيت الفيديو طاح عليه بالسينيال الذوباب، تقول انت عبله كانت تقارك شو رافده دايره بالو كانوا تقرا عندي في لاباج. يا ولدي مع تحط انا تاني الصباح في اكس مع حطيت انا راني ويوليو امير كامل. انا في البليده، انا قدام الاخر، انا عايش في النفق. عبله تلمو الشوك، عبله من الشوك شو ولاو يديروا باش ما نهضرش على داك السيج، ولاو ما يبعثوا لي في التصاور تاع نور الشاف ضايره. حكم يدك هاك يعني نصفي ضايره هاك شاف ضايره هاك بشي شاف ضايره تاع بشي هاك. المهم هذا السيجي هذا اسمع اللي يحمدوا ربي على امير اللي يهضر على الفضائح الاخلاقيه، هذاك الوقت اللي يقول لك روح هضر برك. يبعثوا لي في الميساج في الواتساب باسامي دايرين تصاور تاع منظمات، يبعثوا لي يا امير انت عزيز علينا وهذا راهم يستشفوا فينا وانا عارف اللي عامله يجدك لا حشمه هيك يا ولدكم. تما وين انت غادي يهضروا على حسابك امير؟ انت غادي يخرجوا باسكو كنت تفوت 24 ساعه وما كان والو، هذه ماشي غير فضيحه هذه.
اصبر تفوت، شفت ماريا تفوت المحاكمه تاع امين ان شاء الله يهضروا هذاك الوقت بالك. لا لا مازال من على واحد شحال 2029 ولا كنا على هذه. يقول لك شفت ديك خطره هذيك كان يهضر امير على تاع بجايه يشديك كارثه. كلمه لا بيان لا برقيه لا. وصح على بالك معنا امير سي لوكازيون تسمى امير كل ما تكون تطور في القضيه تاعو، بيان للخارجيه، استدعاء تاع القائم بالاعمال في السفاره في الجزائر، الخبر لو سواغ دالجيري لي اون حول الموضوع. مجاهد ثاني قال جريده المجاهد خلت الثوره يتبع بامير يا خوتي. امير انا نستنى بصح كاين واحد الاستاذ نستنى ان شاء الله كما قالنا باللي العمليه تاعك مفبركه، نستنى ان شاء الله المصادر تاعو واش يعطيونا الحقيقه ولا لا. استاذ التشاش المصطلح تاعو انا خاطيني وما نقدرش نهبط والله غالب ديما دخلني انا. تا خويا يا خوتي الله يحفظكم وليدكم يعطيك الصحه امير، ميرسي بوكو. طلع الساعات علينا الناس كامله بداين يسقسيو عليك. الله يسلم عليكم بالخير. سلام يعطيك الصحه امير، تهلا في روحك. شكرا. صح توريفال اصبر يريقل. توريفال دائما عنده مشاكل في حياته. ريقل الصوت تاعك توريفال. اون شونج دو بلانيت. جيسبر يكون عنده مشكل في الصوت. باربوس. السلام عليكم. اصبر وجا توريفال. راه توريفال مساء الخير. ايوا واش من الموضوع؟ واش توريفال سمعت بالبليده واش صرا فيها؟ تعرف البليده انت مليح؟ بيان سور نعرف بليده. واش صرا في البليده توريفال؟ لا قبل ما نحكوا على بليده حكينا اش صرا في الرباط في المروك في بلادكم. في بلادكم اش صرا؟ شكون كذب عليك الكذبه هذه؟ وشكون كذب عليك تاني في بليده؟ انتم راكم ديروا تاع وهو كذا ما تمشيش للدنيا هكا. دركا وزاره الخارجيه كيما حكينا شويه على الرباط وحكينا على واش رايك، ما حكيتلناش على الرئيس الفرنسي راه عاير الملك قال الفويو، ما حكيتلناش عليه. لا توريفال هذيك حكيت عليها وخلص. درك لا ما سمعتكش. عاود حكي لنا عليها دروك، عاود حكي لنا عليها. درك حنا اللي فاتوا الطعام واش يقول توريفال؟ لا يقول مازال نديرها في فريجيدان وعاود تاكلوا سيكا. لا يقول شبعت يا اخي. انتم تحبوا المثال. لا واش راك في ماريا؟ راهي هنا ماريا ما شفتهاش. انا بالي راك طالع على جال ماريا. لا فيش حاجه. علينا جامع علينا. السلام عليكم. ما حكيتلناش اش صرا في الرباط عندكم في بلادكم؟ اش صرا؟ واش صرا ما على باليش يعني. على بالك في راجلي شي صرا. توريفال راك تخرط برك بلا خرطي. نهضر الصح كيما الخرطي. وزاره الخارجيه البريطانيه راهي قالت باللي صرات حاجه في البليده ودارت تحذير للمواطنين تاعها. كيفاش ما تقدرش تكذب؟ حنا بلادنا ما عندنا والو، وهذه كاع ماشي صح. شكل تهضر انفجارات ولا ارهاب ما كاش كاع منها. ما صرا والو في البليده. ما كان والو خويا، ما كان والو. كاين على الرباط، على اللوتيل تاع الرباط حكينا عليه. وين بلاصه واش هو اللوتيل تاع الرباط هذا اللي صرات فيه؟ خويا انا نشوفوا عندكم انتم حاطين الرباط وفي لوتيل والدنيا. دقيقه والله. شوف راني مالغري شوف كيفاش انت عندك مكانه خاصه. هو صح انا راني مخبي حاجه صرات في الرباط. تحب نشوفوها توريفال؟ انا ما كنتش حاب نوري الصراحه، والله ما كنت حاب نوري، مي احرجني توريفال. دقيقه ما كنت حاب نوري. ها هو الرباط واش صرا يا اخي في الرباط هذا البرج ولا في كازا؟ قولوا لي واش من بدينا صرا. اسمعني شوف الله شوف عندنا وحده كنا هذه. شوف عندنا رجال. شوقي احنا ما نبوسوش على يدين. شوقي تربيه بيوت الرديله اللي راك الفوق هابط صغير. خويا على الكراتير الجديد اللي افتتحوه. ايوا ماريا ما راكش البروتوكول الملكي ومع الاقل تسمى. اسمعني هذه القضيه تحكي عليها تاع بليده موطو طرطق به انسان ليسونس جو سي با ولا دروكسيدو. شوف تفرجت على الهضره الزايده. اسمع متى عينيك. لا ما متاش عينيا. واش تهضر؟ عندنا احنا حويجه كيما هذه. عندنا خير منها كاع. شوف الله شوف عندنا خير. باش عم يخلصوكم شحال شوقي؟ شحال يعطوكم شحال؟ انت قلت لي الرباط، جبت لك التصاور تاع الرباط. جبت لي. لا انا قام دوماج كون عندي التليفون الزوج نوري لك انايا.
وري جيب التليفون والله مزوج ما ووري. عندك وعندي نوري لك انايا. انا شوف الحاجه الموثقه اليوم في الرباط هو البرج، هذا اسمه البرج تاع محمد السادس. حنا فرحين بابا كي جا الالجيري حاجه كبيره، وشكر الالجيري في العالم. ماشي بابا، سموه البابا. معليش هذا معليش، المهم شكرنا. الف واللام لازم. معليش المهم شكرنا. هذاك ماشي باباك باش نتفاهم. معليش هذاك شكر لا بلادنا. خلينا نهضر معاه. الانساب خلينا نهضر. انا ما تسركوش معايا، انا والله ما تسركوا معايا في الهضره. انايا طوق شكرنا وشكر الرئيس، الحمد لله انا في الفايده. على ما راش المروك، على ما جاكمش ما فهمتش. ماريا عندي سؤال قبل ما نروح. اختي ماريا خافت، عشتك خافت تخاف مني. ما حباش تهضر معك بلد ميته بالخوف. احكي لنا ماكرون على قال رفايو لمحمد السادس. تفضلي. ماكرون قال فوايو؟ وين قالها؟ ايوا قولها لها. شوف واش بينا توريفال دقيقه. المعلومات تاعك، الاخبار تاعك غريبه يعني لا مصدر. انا نعطيكم عن قرجومه ما تنجموش تيري بركه وقال لك الرباط فيها دركا بلحظه توريفال. دوك انت تقول لي وين قال الكلام هذا؟ هذه تحيه الشنقريحه وتحيه التبون وتحيه الجزائر وتحيه الجيش خويا. قلنا مصدر الخبر برك باش دروك نجبده هرب مسكين توريفال تيري برك. هذا القضيه وطلع واحد هذيك الخطره نفس اللي سمعوا برك، تقول له اعطاني الدليل يهرب. ماكرون غادي يقول مريم وي. جمال راني منعته يطلع عندي بصح يعني بما انه جا عندك انا ما توقعتش منه حاجه كبيره. جمال يبقى جمال. درتي له حضر مسكين؟ ما درتلوش حضر، قلت له باسكو هو قال كلمه يعني كلمه قليله الادب على ذوي الاحتياجات. رائد ويقصد رائد. قلت له رائد عنده اسم، كي تعيط له رائد، ما تعيطلوش بالمشكله الصحيه اللي عنده وتعتذر. ما نسمح يعني لا اسمح بهذا الكلام، لا في حق رائد ولا في حق اي واحد من الاصدقاء ولا اي انسان عنده يعني مشكله جسديا ويتعاير بها. وقلت له شحال من خطره زقيت عليه، ولكن لا حياه لمن تنادي. اولا هذا راهو صديق تاع سعيد سعيود واستقبلوا في المكتب تاعو، دونك راهو المستوى الاخلاقي راهو باين. وزيد الصراحه انا على هذه نقول عندي احترام كبير الرائد. انا رائد كي نهضر معاه عمري ما تفكرت باللي عنده قضيه مثلا انه من ذوي الاحتياجات الخاصه ولا امر مثل هذا، وانسان ولو انه اكيد انه الانسان صعيبه كي ناس بزاف اون بليس في لو لايف تاعو بارفوا سي دي ميليي او ربي ما يغلطش المعوق هكذا والعبارات القذره هذيك. مي لا كاباسيتي تاعو انه يبقى يتجاوز الامر، ساعات يتقلق ساعات كذا، مي انه يتعايش مع الامر هذا هو سوري. كاين هو كاين كاهنه ثاني نفس الشيء. كاهنه ايضا يعني السيده في يعني الثبات الانفعالي تاعها عجيب. رائد انا كيما انت عمري ما خممت بلي هو اقل مني، بالعكس يعني دي فوا نتعلم منه طريقته. لينيرجي تاعو او ماي جاش يعني تقدر توزع على 100 انسان يقدر يستمر في الكلام ويهضر ولي زارغيومون. فيجي واحد كيما جمالي يعني يبين قله التربيه وكيف يقولوا التنمر وكل شيء خطأ في الجزائر موجود في شخصية جمال. أنا نقولها لكم يعني لا هو مثال مليح. تسمعكم قلت لك إنسان كان مسؤول على الحملة تاع عبد المجيد تبون في وارن، إنسان التقى بوزراء من بينهم سعيد سعيد واستقبلوه في المكتب. إنسان تسمى تعطيك الصورة تاع النظام. أنا علاش البنادم هذا بالنسبة لي مليح الناس تسمع في بعض الأحيان أنه فقط يشوفوا المستوى تاع النظام الجزائري متمثل في الأشخاص هذو. يعني في 2026 وين وصلنا انه توريفال اللي كان معنا يخرط ويقول لك فندق الرباط باسكو كذبوه شافها في معنا باليش في فيسبوك ولا الاكاذيب هذه. فريمون سا دون اون بون ايماج. مي انا جماعكم شفتوا انا واحد يهضر لي الرباط، انا جبت والله ما كنت راح نوري التصاور. المخزن اصلا ما طلبش مني، ما قالوا ليش وري التصاور تاع برج محمد السادس. مي توريفال اراد انه يشوف واش صار في الرباط وانا ما عنديش مشكل. انفجار كبابي. وعليكم السلام. واش راكم لاباس؟ الحمد والشكر لله. الحمد لله. درك ندخلوا معاك نمدوا الرأي يعني يكون منطقي هكا. يا ريت. هذا حلم تاعي من الطفوله انه الجزائري يمد راي منطقي.
يعطيك الصحة. دركا فتحنا الموضوع تاع البابا وتاع هاد التفجيرات اللي راك تحكي عليها. التفجيرات هذه اللي راك تحكي عليها حبينا نعلموا احنا ولا نستعلموا على الحكاية هذه. انت واش المصدر تاعك عرفت باللي التفجيرات هذه كاينة منها صح؟ المصدر تاعي باش كنت من اوائل من نشروا القضيه من شهود عيان انا مباشره. رانا نحكيو صباحا يعني تسمى لما نشرت القضيه. لكن اذا تتكلم الان على التاكيد من بعد جات فيديوهات وصور متعدده. واذا تحب مثلا مصدر حكومي نقدر نقول لك وزاره الخارجيه البريطانيه اللي ورات لنا ماريا بطبيعه الحال، وتقدر تتحقق في الموقع الرسمي تاعهم اللي داروا تحديث يحذرون من المواطنين البريطانيين من زياره الجزائر بسبب updated with information following an explosion in the town of بليده. معناتها انه قاموا بتحديد مرتبط بتفجير في مدينه البليده. هذه تقدر تكون مصدر هذا منين؟ ممكن تقدر تغلطوا المصدر هذا. لا تقدر تغلطوا خاطر هذه جات الاخبار هذه صح خرجت في الدي بي بصح قالوا كاين تفجيرات. هما يزربوا تسمى بلا ما ياكدوا يتاخذوا اجراءات قبل ما يتاكدوا بصح. واش هو التفسير تاعك لهذه التفجيرات؟ التفجيرات ما كانش منها. دوكا انا نحكي لك على انسان في البلاصه. لا ما هو تفسيرك لهذا هي صرات وشنو هو التفسير تاعك؟ علاه حتى يروحوا يتمركزوا في البليده؟ علاه ما جاوش للجزائر العاصمه وين كاين البابا وداروا التفجيرات هذه باه تكون كما يقولوها صدى اعلامي يكون كبير ويكون عالمي صح. خاطر كان تفسيرك فقط تفسيرك يعني تفسير منطقي. دوكا احنا رانا عايشين هنا دوكا قاعد نحكي لك باللي هذه الحكايه ما كانش منها خلاص. راك عايش في البليده صح؟ نو انا في الجزائر العاصمه راني في طريق مانيش من الجزائر خلاص. واكيد عندك واحد تعرفه في البليده ولا رحت للبليده اليوم ولا عندك معطيات صح؟ نو عندي معطيات باللي ما كانش منها ومام خرجوا. منين المعطيات تاعك؟ المعطيات تاعي كاين لي لايف وين تسجلوا خرجوا لنفس البلاصه ونعتوا باللي ما كان حتى شيء. وين نلقاو لي لايف هذه؟ لي لايف نقدر دوك من بعد شوي نبعث لك انا لي لايف ونقدر حتى نروح لك انا لبليده خاطر ماهيش بعيده منا ونقدر نروح لك البلاصه هذيك. تقدر تروح درك وانت تهضر معنا تقدر تروح. نقدر شوف انا صديقي راهو انا نتكلم لك. انت في اول حاجه قلتها كي طلعت قلت تحكي بالمنطق على اساس صحيح. نهضروا منطق. الانسان يحكي بالمنطق ما يقولش راني شفت وراني نقول لك وراني سوغ بلاص. صديقي انا عندي شخص سوغ بلاص قال لي كائنات فضائيه كانوا فايتين تما في البليده. تصدقني ماكش راح تصدقني تشوف دير نيمبورت كوا. حنا نتكلموا على امور موثقه ماناش نتكلموا هنا على قهوه موح. صديقي اسمح لي انا كانت عندي وثائق هنا خرجتها في الجزائر العاصمه ونقدر اني نثبت لك ونروح درك البليده وندلك لايف في البلاصه هذيك على خاطر مش نقولوا انا دوك البلاد هذه اي بلاد فيها نقائص مش راح نقول. صديقي وعلى بالنا باللي ماكش راح دير الشيء هذا درك الكلام تاعك ما يفيدنيش. انا نقدر اني ندير. ما يفيدنيش الكلام اصلا مام تروح وما تلقى والو ما يهمنيش. انا عندي فيديوهات موثقه. لا شوف رانا في وقت باه انسان انت بن زهره انت كانت عندك صدى وكنت تحكي وكانت الناس قاعده تسمع لك. كان عندي صدى؟ لا كان عندك صدى كنت قاعد تحكي وكنت قاعد الناس كانت تتبعك. صديقي راك في بث مباشر في 4000 وش وين راح نزيد الصدى نتكلم على الشأن السياسي. راه نولي انا درك هذيك الفنانه هذيك اللي قالت لهم طلقت ولا ما على باليش وعندها 90,000 ولا نو. اسمع اللايف تاع الناس يقدر يطلع عادي قادر يكون بث تاع انسان تافه ويقدر يطلع. احنا رانا نشوفوا فيها ولا لا؟ هو واش قاعد نقول لك بصح الحديث على الامور المرتبطه بالشان السياسي ولا تسمى انا جي با دو بروبليم تاع الصدى. تقدر تكون عندي مثلا تقدر تشكك في المصداقيه تاعي ولو انك راح تعجز على ذلك. لكن الصدى سواء اعلاميا ولا في المواقع ولا ما عنديش اشكاليه في الجانب هذا. شوف الدين تاعنا يقولوا بلي الانترنت هي مقطوعه في البوليده يعني. شكون هذا الاسلام اللي داروا دي لايف من تما؟ اسمحي لي الانترنت كاينه عادي
ما كان حتى بروبليم تاع الانترنت. كيفاش عرفت الحكايه هذه خلاص؟ كيفاش عرفت بانه الانترنت عادي؟ كيفاش عرفت؟ اسمع كيفاش عرفت بان الانترنت عادي في البلاد؟ راني هنا قدامها، راني قريب البليده. واش قلت انا جماعه في بدايه البث؟ قلت لكم يوليو كامل، راني قدام البليده، عندي ولد عمي في البليده، انا من البليده، انا من اسمح لي صديقي الملموس. الان دوكا ما نبقاوش نخرطوا وندوروا. دوكا نتايا اسكو تقدر تعطيني حاجه ملموسه تكذب؟ مثلا الاعلام الدولي، اصبر، الاعلام الدولي، المراسلين تاع اكبر القنوات، الفيديوهات والصور الموثقه، الغياب تاع اي تواصل رسمي من النظام لتكذيب ذلك، وزاره الخارجيه البريطانيه اللي تقول لك بانه بسبب ما حدث في البليده رانا درنا تحديث للمواطنين البريطانيين. اعطيني حاجه ملموسه نقدر نحكمها ونبدا الملموس اللي كاين اني نقدر نروح درك للبليده. شوف بلا ما شوف، انا ما نضحك لك وانت ما تضحك لي، باه نكونوا يعني انت خير تحب نكونوا سيريو. انا نقدر نروح للبليده ونروح. شكرا صديقي، راك عاوتاني المره الثالثه. شكرا لك. اذا رحت للبليده طلعوا فتح لي الكاميرا، واصلا قلت لك هذا لا يغير شيئا. انا برك على بالي باللي ماكش راح تروح وبالك راك بعيد كليا على موقع الحدث. لا شكرا. واش حتى منين نكذب عليه؟ لا شوف صديقي، انا نقدر درك جو في مو تيليبورتي للبليده، نقدر هكا الجسد تاعي تنقل للبليده. واش راح تستفاد انت من الكلام هذا؟ انا نحب الملموس، نحتاج. انت راك قلت منطقيا لازمك تعطيني قضيه على اي اساس راك تكذب فيما حدث. قل لي علاش النظام ما يتواصلش رسميا رغم انه القنوات الكبرى تكلمت عن الموضوع؟ خاطر الحكايه ما كان منها والو حتى على واحد، على حتى يزيدوا يدخلوا فاش ما كان والو. المحكمه المختصه في مكافحه الكباب في فرنسا في القضيه تاع اختطاف امير بوخرش، كل مره ما يكون تطور في القضيه النظام الجزائري يتواصل ويكذب ويدير بيان للخارجيه. انت راه وزاره الخارجيه البريطانيه قالت لك باللي راهي صرات عندك عمليه كبابيه، كيفاش ما تكذبش الموضوع؟ احنا بنحكيو على الواقع ونحكيو على حاجه ما نحكيوش على الواقع، نحكيو علاش يكذبوا حاجه وما يكذبوش حاجه اخطر. وزاره الخارجيه البريطانيه راني نقول لك راهي تكذب، علاش ما يستدعيوش السفير البريطاني؟ درك لازم الجماعه دوك انتبه، ما نطولوش في الحديث. لازم الجماعه الناس اللي كاينين من البليده تقدروا تخرجوا دوك البلاصه هذه وتصوروا بث حي. واش راح يدير؟ يخرج حتى يصور لي الشرطي هذاك اللي قالوا ميت واللي حي او صافا غير شونجي سيكوسرات في البليده تفجيرات. انا راني ناكد لك. انا قلتها، اسمع، انا قلتها الصباح قبل ما يتكلم اي اعلام، لانه انا شخصيا انا مصدر، لانه انا عند شهود عيان. ما عليناش قادر انت تكذب تقول هذا معارض وراه يخرط وكلش. قنوات دوليه تكلمت على الموضوع. ماريان المراسل تاع ماريان الجريده في مجله في فرنسا اكد القضيه، وفرانس 24 تكلمت عن القضيه، وسائل اعلام دوليه تكلمت، وزادت الان وزاره الخارجيه البريطانيه. كل شيء يسير في صالح الحادث. راك ما تقدرش تكذبها صديقي، راك تعب في نفسك. راك الشيء اللي تقدر ديرو كمواطن انك توجه رساله للسلطات تاع بلادك انه ما تبقاش تمسح الارض بصوره الجزائر، وانها تتواصل رسميا، ويا اما تكذب الخبر وما تقدرش تكذبوا، يا اما تاكدوا وتوضح الملابسات تاع القضيه. من الاخر هذا هو الشيء الوحيد اللي تقدر ديرو. انا ما قدرتش نخاطبك هكا، ما قدرتش نوصل. ما تقدرش تخاطب لانه ما عندكش منطق وراك تتكلم بالعاطفه صديقي. شكرا لك صديقي على مرورك معنا باش نمشيو الكلمه. شكرا لك. دقيقه نقول لخويا. شكرا لك صديقي. لا نقول لخويا حاجه برك. شكرا لك. كي نقول شكرا سي فيني يا خويا. شكرا. اسمع. شكرا. انا قلت لك عده مرات لازمك تفهم روحك صديقي. 1 2 3 4 5 6 7 8. رائد مش ما يقوليش هو اتهمني بانني اللعبه ما شفتوش. السلام عليكم. اصبرت شو دقيقه من مصادرنا الخاصه، كبرني نوري لك التفجير المباشر ديالك. انت كبير اصلا، علاش نكبرك اصاحبي؟ قالوا لك تفجير. هايك خويا من مصادرنا الموثقه. ممنوع في رايد اليوتيوب. راح ندير يدي انا رايد، راح تبعثنا لجهنم. المهم رائد ممنوع في التيك توك. ورانا في اليوتيوب رايد، راك طربقت لنا الدنيا. اليوتيوب شوف اكتبوا باللي رائد راه غلط، واليوتيوب نعنوا الشيطان. المهم راكم شفتوها على المباشر. انا تسمى شغل هذيك تاع رائد طلع خربها وجا هابط. راني مريض خوتي، دعوا لنا بشفاء. هذا ما كان. ربي يشفيك. شويه كون بيان.
هاي كانت تهضر عليك ماريا، كانت قالت كلام عليك ماشي مليح، راك عندك حق الرد اذا تحب ترد ولا دبر راسك. ماريا تحبني، ماريا تشتيني الناس ملاح ماريا. ريقل الصوت مؤمنه، ريقل الصوت دقيقة. وزير معنا مؤمن. اوكي السلام عليكم. راك تسمع فيا مليح هكذا؟ راني نسمع فيك، تفضل. قلت لك انا جزيري ساكن في اسبانيا. وتهدي تحياتك لخالك في البليده وعمتك في عنابه. واش ندير بالمعلومه هذه؟ عم بالك بلي خلاص، لا قلت لك بارك بلي احنا هاربين من البلاد. علاش هربت من البلاد؟ واش خصك؟ لا انت على بالك العفسه اللي جميع عفسه ما تعجبكش في البلاد، انا كيفك ماش عجبتني في البلاد. انا اصلي قبائلي تيجي وزعوا يكون. وعلاش ما عجبتكش؟ وش هو اللي ما عجبكش في البلاد؟ بالك انا وانت ماشي كيف كيف. واش ما عجبكش باش خرجت وهربت؟ الحقره تاع الدوله تاعنا. وكنت على بالك باللي بوليزاريوم دايرين دوله في تندوف ويدولك في دراهمك وكذا، ولا هذا وين سمعت؟ لا نسمع منك ونتبعك منك ونعرف منك. يا خويا واش راح نقول لك؟ مادام انت فايق ما عنديش انا واش نزيد لك. لا ماشي فايق، قلت لك منك، فقت منك وعرفت منك وشفت منك. مي قلت لك مادام فقت ما واش راح نزيد. ربي يسهل لك في اسبانيا، راك خرجت منها سالما غانما من البلاد هذيك وخلاص. هذا واش نقدر نقول لخويا. صح اخويا. نزيد حبيت نعرف عفسه على اللي كنت هضر انت الفاتيكان، بابا الفاتيكان هذا. دوكا هي كي قلت لي انت فضيحه، هي عندك الحق فضيحه. زعما كبلاد مسلمه كيف تشد واحد يهودي ولا مسيحي يتبع ما على بالش لمن في بلادها. راك تسمع فيها، فهمتني؟ واش من خيوط تخلطوا لك انت؟ ما شكيتش كنت تسمع فيا صراحه، بالك كنت تسمع فيا. ما سمعتكش مليح، دخلت قلت لك طلعني ضلعتني. زيد فهمني انت من فضلك. هذه سمعتها عند بونيف، ما سمعتهاش عندي. انت تخلطوا لك الخيوط. كيفاش واحد يهودي عاود لي الفكره هذه تاعك؟ نعم عاود لي الفكره هذه. كيفاش واحد مسيحي؟ صح فكره تاعي دارك. حبيت انت دوكا نسقسيك سؤال عليك برك شخصي، اذا حبيت تريبون تقول لي. يا ودي ماناش في الاسئله الشخصيه. زير معنا، راني من الاول قلت لك زير معنا. زير صاحبي. يعني مزير معاك. زير. قلت لك واش هو القضيه هذه تاع المسيح واليهود هذه؟ واش هو الفكره تاعك؟ لا كي شغل كيف بلاد مسلمه. لا الجزائر بلاد مسلمه. الاسلام في الدستور الجزائري، الاسلام دين الدوله في الماده الثانيه. يا صح. حنا كمسلمين تنجم تستقبل ودير كاع دير شغل. حنا كجزائر كبلاد مسلمه زعما كيما تقول انت من الدستور، زعما تجي عادي يقبلوا ولا يديروا كيف حبيت نفهمك. المهم اسكو زعما راك صاحي يا مؤمن، راك صاحي. راني صاحي هادي. روح مؤمن، روح ما تغلط بين. معليش فهمني اخي، فهمني اذا راني غلط فهمني فيها بس. دوكا اسمع، شوف دوك باش نسهل لك القضيه انت، باسكو ماناش راهي نوصلوا النتيجه مع البابا وكذا. دركا عندك من تحت هذه ماريا من سيق في معسكر. سامحيني يا ماريا نشخصن معاك. دونك ماريا هذه في من سيق وهي ما تمنش بربي، ما تمنى بربي لا والو. واش رايك انت؟ شي خصها. دونك انت تحترم الحريه تاع الناس. نحترم الحريه تاع الناس باينه. واش ما عندك مشكل كي جا البابا تاع الفاتيكان للجزائر؟ لا ماشي ما عندي حتى مشكل. من تبت معايا. واش هو الشيء هذيك القضيه اللي قلت لي كيفاش حنا بلد مسلم ويجي عندنا مسيحي ولا يهودي؟ القضيه بس هذوك الناس اللي جاوا لينا الجزائر يا اخي هما في البلاد تاعنا تقول عليهم فيهم كذا وفيهم كذا، هما ضد، هما مع اسرائيل، مع كونتر فلسطين، هما فيهم كذا، سما يهضروا عليهم بالسوء. كيفك كي جا تبدلت العقليه هذيك. والله فينا المراك فاهم. شفت راني ظلمتك يعني باقي نثبت معاك للاخر. تسمى انت بانت لك باللي كاين تناقض بين الشيء اللي نديروه لداخل في الجزائر والخطاب هذاك والكراهيه تاع المسيح واليهود. بصح دركا يجي البابا ويستقبلوه ويديروا قصه ونجاح كبير. صح هكذا. يا المهم انت ثاني يا صاحبي زير شويه باش نقدر نفهمك. خلطتها لي. اسمح لي
هذيك هي حنا اللي رانا نهضروا فيها، باسكو هما باش يلمعوا الصوره تاعهم وكلش تما يعني قبلوا بالزياره هذه تاع البابا. مي في الواقع حنا على بالنا باللي كاينه الكراهيه تاع المسيحيين تاع اليهود تاع هذا هو النظام الجزائري. تما كيدخلوا في حيط ولاو يرقعوا، باسكو حنا ولات عندنا واحد الصوره اننا بلاد ماشي امنه، والنظام ولا عنده ضغط شويه من قضيه الاقليات هادو. تما الناس اللي عندهم ديانه واحده اخرى باللي يتجاوز معاهم ما يحترمش الحريه تاعهم، دونك قبلوا بالزياره هذه تاع البابا. ايوا هكا هذه هي. يعطيك الصحه مؤمن، ربي يسهل لك في اسبانيا. شكرا اخي، شكرا، الله يحفظك. يعطيك الصحه، شكرا. الله في روحك، تصبح بخير. تصبح بخير. شفتوا انتم ثاني ظلمتوهم، انا حاليا حبيت نوصل معاه للاخر، فينا المور انا جبدنا حاجه مي شويه تعبتني يا مؤمن. ناس ملاح طفيا انا، الناس كامل هربت، الناس كامل حرقت، الناس كامل كرهت. السلام عليكم. وعليكم السلام. جا الاستاذ حميد، الاستاذ المجهول اللي ما على بالناش بالتخصص تاعو. جزائري يكفي، أكبر وسام، أكبر ما كان يوصل لها الإنسان أنه يكون جزائري، والحمد لله أنا جزائري. واش تزيد فوق هذا الشيء؟ ما كاش تعريف يطلع قيمة الإنسان أكثر من أن يكون جزائري وموجود. علاش؟ شو الحاجة اللي تخليك تفتخر أنك جزائري؟ والله ماضي مشرق وحاضر يسعد ومستقبل مؤكد بالنجاح والإنجازات. اصبر، ماضي مشرق. لو كان نحبسوا برك في العباره الانشائيه اللي انا راح نقول انها فارغه وبالك انت تثبت لي العكس. هل الماضي المشرق هو التسعينات ام الثمانينات مع الشاذلي ام الخمسينات مع المستعمر الفرنسي لما كان يعني يقتل ويطحن؟ هل ال 132 سنه؟ هل الفتره تاع العثمانيين؟ هل واش دار الجيش الانكشاري فينا؟ وش هو الماضي المشرق هذا؟ رانا نحكوا على الماضي. خلي اعطيني دقيقة واحدة. كلها إشراقات. الجزائر لمعلوماتك، الويندال، البيزنطيين، الرومانيين، كلهم حاولوا يحتلوا الجزائر واحتلوها فعلا. وفي كل مرة الشعب الجزائري مع كل العصور كان يقاوم ويحارب ويحرر أرضه، وإن طالت المدة لكن الجزائر لم يسلم أرضه. نعطيك مثال صغير برك. اصبر باش نروحوا بالتدرج برك. نعطيك معلومه وما تتصدمش. الويندال مثلا برك باش خرجوا من على بالك كيفاش خرجوا من الاراضي اللي هي الجزائر، ماشي من الجزائر اللي لم تكن موجوده. على بالك واش خرج الويندال؟ واش خرجهم؟ شكون خرجهم من الويندال؟ خرجهم الجزائريون. الرومان ولا الجزائريون؟ الجزائريون. على بالك باللي كانت بعد القسطنطينوبل معناتها الرومان اللي تغيرت العاصمه من روما وراحت لقسطنطينوبل، اللي هما اللي خرجوا عادي خرجوا الويندال. لا علاقه للساكنه الاصليين اصلا بالموضوع اذا كنت تتكلم على الامازيغ. شوف، الويندال تعبوا من السكان الاصليين ثم جاوا الرومانيين لقوها خبزه كما يقولوا الجزائريين فقط. هذه واحد ما يغلطك. وين قريت التاريخ الاستاذ حميد؟ وين قريته؟ شوف، خليك من المقاطعه، خليني نكمل برك حتى نوصل لك للعشريه اللي راك. بصح راك شوف بقى معي. راك كل ما تتدخل خارج الاطار المعلومات تاعك غلطه. المره اللي فاتت باغ اكزومبل، المره اللي فاتت قلت لي فيديو هذاك تاع طومبوكتو لقيتو. لا ما نحوش عليه، بصح انا قلت لك السنغال تيري برك. قلت لك السنغال حولت اللغة وانت هبطتني وكذا وكذبتني. قلت لك السنغال دولة عربية. قلت لك السنغال حولت اللغة الرسمية من الفرنسية إلى العربية. لمعلوماتك هم دخلوها في كأس العرب دوكا. العام الجاي تلعب مع السنغال. السنغال واش دارت؟ حولت اللغة الرسمية. هل بهذا نصفها بالدولة العربية؟ أنا ما قلتلكش الدولة العربية. أرجع. لا قلت الله يبرم مسجل. لا. الفار شوف، نتحداك تجبدها. كلامي يجبد كلامي، أنا كلامي موزون. قلت السنغال دولة عربية. المرة الماضية راني شافي أنا هذه تاع السنغال شافي دولة عربية. المرة الماضية قلت لي باللي كاين فيديو في طومبوكتو أنه شاحنة فيها مساعدات جزائرية وفي 2026 موجهة لمالي. الفيديو هل أتيت به المرة الماضية؟ قلت لي ما عنديش الفيديو. هل جيتنا به اليوم؟
شوف ما عنديش هاتف ثاني، بصح نديروا موعد الغدوه ان شاء الله نجيبه. ما كاينش غدوه ان شاء الله. المره الماضيه معناتها انه كان لك الوقت على الاقل، لانني انا احرجتك باللي الفيديو غير موجود وبحثت معك على المباشر. احنا ما اتفقناش اللي نجيبه. انت استاذ في ماذا؟ شوف اذا جبت لك الفيديو تاع المساعدات الجزائريه تحبس اللايفات. علاش نحبس اللايف؟ راني الادعاء تاعك باطل، راني حوست عليها غير موجوده. علاش نحبس؟ راكم انتم ديروا الادعاءات وانا احترمكم. راك لازم تفهم واحد فينا يكذب. شوف حبس واحد فينا راه يكذب، يا انا يا انت. انا راني ناكد كاين مساعد. ماشي نكذب، راهي باينه على من ادعى. راني انا احترمتك والقسم على من انكر، والقسم على من انكر. انا بحثت معاك وزدت بحثت بعد البث. كيفاش انت صاحب الادعاء اللي جيت درت الادعاء عندي؟ فهمت علاش نهبطك في كل مره؟ لانك في كل مره تتكلم امور غير موثقه. صديقي لازمك تروح المحو الاميه ومن بعد تحاول تدخل في الجامعه وتروح تقرا منهجيه البحث العلمي. شكرا على النصيحه، شكرا على النصيحه. بصح مسمي روحك استاذ سي خويابل في كل مره نفس الامر. تفضل اذا عندك اضافه للموضوع تاع البليده اليوم. انا حابه برك نسقسي الاستاذ حميد. الاولى كاع قلت ماضي مشرق. يا الاخت انا اسمحي لي في الليل الزوج تاع الليل ما نهضرش مع النساء، خليني نهضر مع الرجال. لا كاين ما تهضرش مع النساء. لا النساء على الزوج تاع الصباح انا ما نهضرش. واو هاي سيتل داون اوكي. واحد في النهار ماشي مشكل. كيفاش هذه خويا؟ انا في التيك توك اتس فيرتشوال يعني. اكيد ما في الواقع. اكيد في تيك توك ماشي في الواقع. ركز لي على الفكره من فضلك. خلاص شوقي يقول له من فضلك باللي عباره ماضي مشرق غير منطقيه، لانه الاشراق يجي في المستقبل، اما الماضي فكل شيء مرتبط به هو تاع الماضي تاع يعني اللي فات. فارجو انا سامحيني يا ماريا الانثى، انا راني حابس في القضيه تاع انه ما تهضرش مع النساء. انت استاذ حميد مع احتراماتي الشديده لك، انت اعطيتنا قضيه شخصيه. هل انت مثلا تتكلم مع الرجال فقط؟ لا في الليل على الزوج تاع الصباح ما نتكلمش مع النساء، يجوا في النهار ارواح نتكلم معكم. مرحبا بكم. علاش المحرم تاعك غير موجود ولا؟ محرم مش قضيه محرم لا محارم، لا انا المراه اللي تطلع لازم يكون معك شخص باش تقدر تهضر مع مراه. لا 3600 محرم معنا على كل حال. لا بصح هو بالك عنده شخص، اذا مثلا عندك شخص عنده سلطه عليك ولازم يكون معك باش تهضر مع النساء. انت تسال وتجيب في نفس الوقت. خلي الجواب، اسمع الجواب. انا المراه اللي تطلع للزوج تاع الصباح تتكلم مع الناس، انا شخصيا وهذه حريه شخصيه تامه وكامله. انت من الناس اللي يحترم الحريات الشخصيه، تطيح من قيمتي، وماريا ما نحبش نطيحها من قيمتي، تبقى دائما في الاحترام، وبالتالي ما نهضر معها، ما تحكي معايا في الليل، ارواحي في النهار نتصلوا ماشي مشكل. تحبي هذا ماشي كباري ولا هذا مباشر، ورانا في توقيتات مختلفه. انت وراك انا راني في ماريكان، راهي عاد عندي 6 تاع العشيه. انا في الجزائر المباركه. اوكي. اعتقد كاين خلل ما في المنطق. دونك اذا رحنا صبر، اذا دخلنا في الهبال تاعك درك، هي مادام لحظه مادامها في 6 تاع العشيه عندها، هل تقدر تهضر معاها ولا لا؟ انا راني في الليل. انا راني في الليل. دونك نرجع للنظريه تاعي انك في الليل ما كانش بنادم معاك، باسكو في الصباح بالك الشخص هذا يكون معاك وهو يخليك تقدر تهضر مع ماريا. والله شوف ماريا انا طلعت عندها شحال من خطره وهي تعرفني، غير اذا حبت تنسى ولا ما نحبش نفتح معها الامورات هذه. خليني نكمل لك في الجواب تاعي برك. اما ماريا والنساء هذا خلي في لايف واحد اخر، في حلقه واحده اخرى. قلت لك الجزائر عندها ماضي مشرق، تكلمت لك كيفاش ردت كل الاستعمارات الى غايه العشريه السوداء اللي حبيت انت تستثمر فيها. العشريه السوداء كانت بدايتها سوداء لكن انتهت باشراق عظيم. اختلف الجزائر. دارت لي سكته دماغيه لما كنت تهضر على ماريا والنساء. كان دماغك ناشط باش سكت لوكا. لا لحظه دركا كي نرجعوا للتاريخ، ممكن تعطيني فترة تاريخية الأرض اللي هي تمثل الجزائر اليوم لم تكن فيها جهة مستعمرة كما تدعي؟ وكتاش تحررت الأرض هذه؟ نعطيك مثال، من البيزنطيين إلى غاية العثمانيين.
والعثماني ماهوش استعمار، هذه خلافة الإسلامية استقبلتها الجزائر من البيزنطيين والعثمانيين. نعم، لما خرجوا البيزنطيين. والفاطميين وش تعتبرهم؟ لا الفاطميين والأمويين وحتى العباسيين والعثمانيين هذو ما هم إلا خلافة إسلامية. الجزائر كانت طرف فيها، الجزائر كانت تصنع هذا الشيء قبل الإسلام وقبل ما يكون الإسلام، تسمى قبل ما يكون الإسلام. هل نعتبر مثلا بأنه في وقت القديس أوغسطين لما كانت شكون كان حاكم وقت القديس أوغسطين؟ كانوا الرومان. إيه، نعتبرهم مستعمرين؟ طبعا الرومان. القديس أوغسطين وش نعتبره اللي اليوم راهو تبوني يتبنى فيه؟ والبيزنطيين كذلك مستعمرين. اما الخلافات وعلاش قبل الاسلام تسمى مستعمرين وبعد ما جاء الاسلام صار المسلمين غير مستعمرين؟ قبل الاسلام كان ما كانش الاسلام، علاش نعتبرهم مستعمرين؟ والفاطميين اللي جاوا من اراضي اخرى انت ما تعتبرهمش مستعمرين، ما هو المنطق تاعك؟ نعم، شوف، المستعمر يأتي ليأخذ الأرزاق الموجودة في الجزائر ولا يهمه الشعب أبدا، يهمه فقط النعم والخيرات الموجودة. راك تحكي على العثمانيين؟ لا العثمانيين خلافة إسلامية، والجزائريين معروفين أنهم. شكون كان يحكم الأراضي؟ من كان يحكم؟ كانوا الجزائريين يسيروا أراضيهم. الانكشاريين هم جزائريين؟ لا، الانكشاريين ما شدوا حتى أرض. كيف كان يعين الحاكم في عهد البيلربيات في وقت العثمانيين؟ راني عطيتك واحد من العهود الأربعة. بعض القادة الكبار تاع العثمانيين طبعا تحدد من اسطنبول. لا، معنى بالكش باللي الانكشاريين كانوا هم يعينوا البيات والديات؟ هذه طريقة لحكم الخلافة الإسلامية. إذا ماشي الجزائريين كما كنت تدعي من تسميهم جزائريين معناتها الساكنة تاع شمال إفريقيا. من كان صديقي ما تتكلمش في موضوع ما تعرفوش. لا راك دخلت فيه لحظة، راك قلت الجزائريين كانوا يحكموا. هو في وقت العثمانيين الجزائريين استقبلوا العثمانيين وقبلوا بهم وحطوهم فوق راسهم. استقبلنا الانكشاريين وصاروا هم يعينوا الحاكم لأنهم كانوا يدافعوا على الأراضي. الانكشاريين كنت تقول باللي الجزائريين هم يعينون الحاكم ويحكمون. يجي يدافع الأراضي ضد الحملات الإسبانية. أعطيني باي من بايات قسنطينة هو ساكن أصلي تاع الأرض. ما يهم ساكن أصلي ولا مش ساكن أصلي، هو يمثل. أعطيني بالادعاء تاعك أنه الجزائريين هم من كانوا يحكمون، أعطيني فقط واحد، ما قلت لك لا 10 لا 100، لا أعطيني التاريخ تاعو. أعطيني باي واحد هو من الساكنة الأصلية لقسنطينة على سبيل المثال. اولا هذه التسميه لا تعني الحكم المطلق. نعطيك مثال واحد، نعطيك مثال كبير. القاضي معروف كان عنده خلافات حتى مع اللي عينتهم الاتراك. الاستاذ حميد، فهمت علاش تهبط في كل مره؟ صديقي نختموا. لازم دركا واش دير عندك؟ نعطيك فرض باش تروح تقرا كيف كان يعين الحكام في وقت العثمانيين، وتروح تقرا على العهود الاربعه من خلاف. لحظه نشوف كي تعرف ندير لك الكويز. تهرب من الجواب، انت تهرب من السؤال. من غير العهد تاع لحظه من غير العهد تاع البيلربيات ممكن تعطيني عهد اخر؟ دائما يفهمك تقاطعه، ما تخليش. اعطيني عهد اخر بما انك تدعي العلم في قضيه الحكم العثماني. اعطيني عهد اخر من غير عهد البيلربيات في وقت العثمانيين. نعطيك مثال، كاين واحد اسمه بالقاضي. اعطيني عهد اخر من غير البيلربيات. ما هو اصلا العهد هذا؟ الله اعلم. نعطيك مثلا بابا حسن مثلا. الله اعلم، ما يعرفش العهود. والعهود في وقت العثمانيين هم المرتبطين، معناتها كانت عهود حكم مختلفة، كل عهد مرتبط بطريقة مختلفة بتعيين الحكام وقت العثمانيين. أنا ما نلومش إنسان ما يعرفش، أنا الإشكالية تاعي في شخص ما يعرفش ويناقشني. هذه هي الحاجة اللي تخرجني من العقل تاعي. كيفاش أنا ما نعرفش موضوع ونناقش؟ قال لك الجزائريين كانوا يحكمون، ما كانش حاكم واحد مثلا في قسنطينة من غير. فيما بعد لما جاوا الكراغلة وكان واحد الحرب انه اصلا كان رفض كبير انه الكراغلة يعينوا الحاكم مثلا في قسنطينة، وجاوا فيما بعد بايات في النهاية، لانه مثلا احمد باي اخر البايات تاع قسنطينة هو كرغلي، ماهوش اصلا يعني ساكن اصلي. ما نقولوا سيدي كان قادر يجاوبني بانه احمد باي هو كرغلي، لانه الاخوال تاع احمد باي اخر البيات تاع قسنطينة هم من منطقه تاع بسكره، وهرب اصلا هو البسكره في وقت لما كان الغزو الفرنسي.
تفضلي يا ماريا. عفوا. نو، السيد غريب، السيد إنسان عجيب. قال لك لازم مثلا أيضا كي نحكي معاه هنا لازم جدول، لازم توقيت معين، توقيت مناسب ليه مع على بالك. جو بونس كو هذا علاه قال لك حرز روحك من ماريا، احذر. عرفتي علاش قالوا لي؟ علاه؟ قولي لي انت. هو درك قال لك ما نهضرش مع ماريا باسكو راهي الزوج تاع الليل. هذا هو السبب، الحذر من انا بات لي حاجه اكبر من هذا، يعني من القضيه. على حسب عقله، على حسب عقله. هو كي قال التاريخ المشرق انا عرفتها بلي ما يش للبيع. التاريخ المشرق يعني منطقيا ما نقولوش التاريخ المشرف، بالك هو قراها وليس التاريخ المشرق. المشرق حاجه تاع المستقبل، الماضي عمرك ما مستقبل مشرق نعم، لكن الماضي مشرق. كيفاش هذه؟ مين جبتها؟ شكون قال لك؟ كيف اخترعتها اصلا؟ انسان عجيب. شوقي شكرا لك صديقي. شكرا لك ماريا، يعطيك الصحه. كان لايف فغيمون في المستوى. شكرا على الوقت اللي عطيته لنا. مرحبا بك في اي وقت ماريا. ميرسي بوكو. وكما شفتوا الاخوان كان هذا هو الفيديو. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم بطبيعه الحال. صبروا معنا 10 العقول في عقل واحد. ما عندنا ما ندير الخوت، هذا هو اللي كاين. تحياتي لكم، وكان معكم خوكم. تحياتي لكم. لايك تعليق زوين والبارطاج. بيس.